تداعيات سلالة جديدة لكورونا، وذلك عقب غلق دول عدة حدودها أمام الرحلات الجوية من بريطانيا. وقال المتحدث باسم بوريس جونسون قال أن رئيس الوزراء سيترأس اجتماعا لخلايا الأزمة لمناقشة الوضع، خاصة مع استمرار تدفق السلع من المملكة المتحدة وإليها. وأعلن ميناء دوفر القريب من فرنسا وقف حركة المغادرين بعد أن علقت فرنسا دخول الوافدين من بريطانيا عن طريق البر والجو والبحر وعبر السكك الحديدية، إضافة إلى عبور الأفراد المرتبط بنقل السلع على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا. It moves fast. It is increased in terms of its ability to transmit, but it is becoming the dominant variant. It is beating all the others in terms of transmission. And there's no evidence for that at the moment. There's no evidence that if you catch this variant, you're more likely to have severe disease than if you catch different variants. The second question is it invisible to the tests we have? And the short answer is no. فيما بدأ سكان العاصمة البريطانية لندن مغادرتها بشكل جماعي بعد قرار تشديد قيود الحركة إثر كشف سلالة جديدة من فيروس كورونا. وحسب صحيفة ديلي ميل فقد تكدست حشود المواطنين في محطات القطار الرئيسية بالمدينة قبل أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، وتشكلت اختناقات مرورية كبيرة على الطرق السريعة الرئيسية التي تربط لندن بأجزاء أخرى من البلاد. علقت إيطاليا رحلاتها الجوية إلى المملكة المتحدة جراء اكتشاف حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنه تم اكتشاف حالة مريض مصاب بالسلالة الجديدة بمستشفى عسكري في روما. المستشفى حدد جينوم سارس كوفيد 2 لدى ذلك الشخص الذي ثبتت إصابته بالسلالة الجديدة، ويشتبه في أنها معدية بشكل أكبر، وانتشرت أيضا في جزء من بريطانيا خلال الأسابيع الماضية. ونتابع معكم إذن هذه الصور المباشرة من إحدى محطات المترو في بروكسل بعد تعليق محطات القطار إلى بريطانيا. نتابع هذه المحطة خالية تماما من حركة المارة، خصوصا بعد أن عزلت أوروبا بريطانيا بعد اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وطبعا كان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قال بأن هذه السلالة خرجت عن السيطرة، ما استدعى جميع الدول الأوروبية وأيضا الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات احترازية، منها عزل بريطانيا عنها، منع الرحلات من وإلى بريطانيا، وأيضا
الحجر الصحي الإلزامي على كل المسافرين الذين وصلوا من أوروبا إلى البلدان العربية ومنها إلى البلدان الأخرى، خصوصا في ظل هذه الفترة. نتابع معكم. توقفت إذن الحركة مرة أخرى، وكأن المشاهد التي كنا نشاهدها ونتابعها في منذ بداية اكتشاف السلالة الأولية لكورونا، خصوصا مع بداية هذه السنة، عدنا وبتنا نشاهد نفس المشاهد. وحتى مع انتهاء فيروس كورونا بدأت تعود هذه المحطات وهذه المشاهد التي اعتدنا أن نشاهدها في بداية هذا العام، محطات فارغة، محطات خالية من المسافرين، وخصوصا بعد أن تم تعليق الرحلات إلى بريطانيا. وطبعا في بروكسل دول الاتحاد الأوروبي كانت استدعت إلى اجتماع عاجل وطارئ، خصوصا بعد الإعلان عن اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس، وأيضا بدأت يتم اكتشافها في أكثر من بلد وليس فقط في جنوب بريطانيا كما تم اكتشافها منذ البداية. طبعا هذه إذن هي الصور، ودائما سنوافيكم بصور جديدة حال ورودها وجديد الأخبار المتعلقة حول هذه السلالة الجديدة. طبعا الآن التساؤلات بعد أن كنا نسمع عن فيروس كورونا والآن لقاح كورونا، اليوم ما هي السلالة الجديدة لكورونا؟ كل هذه الإجابات، وهل هي خطرة ومدى خطورتها وشراستها مقارنة بفيروس كورونا الذي ظهر في بداية هذا العام. دكتور معز بخيت، استشاري أمراض المخ والمناعة، ينضم إلينا من المنامة. دكتور معز، مرحبا بك معنا في هذه الساعة الصباحية. بعد كل هذه الأخبار خصوصا في الأيام الأخيرة، هل يجب علينا أن نقلق من تحور فيروس كورونا واكتشاف السلالة الجديدة دكتور؟ صباح الخير. لا أعتقد أننا يجب أن نقلق، لأن فيروس كورونا به تحورات كثيرة، فاقت 300 تحور، وهذا التحور الجديد يختلف قليلا لأنه يعني أثر على انتشار الفيروس، ودرجة التأثير كانت في ما يعرف بالإس بروتين، اللي هي الأشواك اللي موجودة في سطح الفيروس، بها 6 جزيئات يلتصق بها الفيروس مع مستقبل الأنجيوتنسين 2 ريسبتور اللي موجود على الخلية البشرية. في واحد من ال6 حصل تغيير في ما يعرف بالN501Y. هذا التغيير جعل الالتصاق يصير أكثر قوة مع المستقبل اللي امتصاص أكثر قوة، يعني عدوى أكثر وأسرع انتشارا. عدوى أكثر، نعم بالضبط. يعني جعل العدوى أكثر يعني قوة بنسبة 60 إلى 70%، لكنه لم يؤثر على شكل البروتين ولم يؤثر على يعني المضادات التي يمكن أن تنتج من لقاحات ضد هذا البروتين. طيب دكتور معز، حتى نفهم يعني هذه المعلومات العلمية الجديدة علينا وصعبة لغير المختصين، الآن تقول بأن هذا التحور وهذه السلالة لم تؤثر على نوع البروتين والنتوءات البروتين المشكلة لهذا الفيروس، هل هذا يعني بأن مخاطر العدوى هي الشراسة لم تكون أكثر ولن تكون أكثر في المستقبل؟ نعم، هذا ما أعنيه بالضبط. نفس نعم. هو التحور يتم في الحامض النووي، والحامض النووي لوحده ليس له أهمية. المهم هو البروتين. إذا البروتين هو الناتج من عمليات التشفير اللي خاصة بالحامض النووي، إذا لم يتم تشفير وإنتاج بروتين متغير نتيجة الطفرات التي حدثت في الحامض النووي، فليس هناك إشكالية كبيرة. فقط يمكن أن ينتشر الفيروس. يعني قبل عدة أشهر، لو يعني بعض المشاهدين يذكرون أن هناك دراسة في شيلي أبانت أن الفيروس أصبح يعيش فترة أطول في الأسطح لمدة شهر تقريبا، نتيجة لبعض التحورات أيضا في هذا الفيروس. فهذه التحورات تؤثر على سلوك الفيروس أكثر من تأثيرها على ما ينتجه من بروتينات يدخل بها إلى الخلية. طيب دكتور معتز، فقط يؤثر على سلوك الفيروس، هل يؤثر على اللقاح وفعالية اللقاح وآلية عمله، خصوصا ونحن الآن بتنا في عام لقاح كورونا وليس عام فيروس كورونا بالأساس؟
هذا لا يؤثر لأن البروتين لم يتغير، واللقاح هو موجه للبروتين. الشيء المهم الفيروس في تحوراته لديه يعني ميكانيكية في أنه هذه التحورات لا تؤثر على تركيبة الفيروس. يعني الفيروس يستطيع أن يعدل نفسه بميكانيكية داخله في الحامض النووي. كل ما تحدث تحورات تتعدل تلك التحورات بحيث لا تؤثر على الفيروس، لا على شكله ولا على عمليات. طب لماذا يا دكتور إذن كل هذا الهلع وهذا الخوف وهذه الإجراءات والإغلاقات والعزل؟ لماذا؟ لأن الانتشار صار أكثر، العدوى صارت أكثر، لكن العدوى لا تعني الخطورة ولا تعني فشل عمليات التلقيح في المستقبل. إذا حدثت تحورات لاحقا يعني كما يحدث في الإنفلونزا تؤثر على شكل الفيروس والبروتين، قد نحتاج إلى تعديل اللقاحات في مدة لا نعرفها، قد تكون سنة قد تكون 10 سنوات، وقد لا نحتاج إلى ذلك. طيب دكتور معتز، هل يمكن ضبط المسألة بألا يتحور ويؤثر على عمل البروتين وليس فقط على الشكل؟ هي العملية تلقائية تحدث داخل التركيبة النووية للفيروس، لكن نحن كمجتمع يمكن عمل ذلك بعمليات التباعد الاجتماعي التي نمارسها الآن حتى لا نجعل الفيروس ينتقل ويتلائم مع بيئات جديدة داخل الإنسان وداخل الخلية. هذه هي الطريقة الأمثل في أن نمنع التحورات التي تحدث، أن لا ينتقل من شخص إلى شخص. على كل حال بريطانيا وهي الدول التي اكتشفت، أول دولة اكتشفت في هذه السلالة الجديدة، أقرت التباعد الاجتماعي مجددا، والآن سيكون معنا المراسل للحديث أكثر حول هذا الموضوع. أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل والإيضاحات، وأهم من ذلك التطمينات يا دكتور حتى يفهم العالم ويسمع ما هي السلالة الجديدة وهل هي فعلا خطرة أم ماذا. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. من المنامة دكتور معتز بخيت، استشاري أمراض المخ والمناعة. صراحة مش مستعد أخذ اللقاح لأنه صراحة ما لنا ثقة، مانيش مستعد باش ناخذ هذا